واحدة من أهم الحاجات اللي ممكن تساعدك سواء في حياتك الشخصية أو حياتك العملية أو حتى في حياتك الصحية أو حتى إنتاجيتك هي الابليكيشنز اللي أنت بتستخدمها. وعشان كده أنا جاي أشير معاكم أحسن 10 ابليكيشنز ممكن يغيروا حياتكم، وبجد هي فرقت معايا جدا بعيدا عن السوشيال ميديا والابليكيشنز اللي ممكن تاخد وقتك. يلا بينا. اول واهم ابلكيشن معانا وهو زابير من اقوى الابلكيشنز اللي ممكن تتعامل بيها من ناحيه الاوتوميشن. حرفيا الابلكيشن دوت متعاقد مع اكتر من 2 مليون شركه، حرفيا متعاقد مع الشركات اللي انت تعرفها او الشركات اللي انت ما تعرفهاش. وخلينا افهمك ايه هي فكره الاوتوميشن او الاوتوميشن من ناحيه ايه. تعالى نتخيل مع بعض ان انت دلوقتي كونتنت كريتور وبتحاول ان انت تنزل بوستات على جميع منصات السوشيال ميديا. حرفيا انت هتفتح مثلا الفيسبوك، تقوم جاي كاتب البوست وتقوم جاي نشره، وبعد كده واخد الكلام كوبي رايح لتويتر وهكذا. مشكله الموضوع دوت ان انت ممكن وانت بتخش مثلا على ابلكيشن معين ممكن تلاقي خبر حاجه شدتك، فمش يعني ايه هتتعطل والموضوع هياخد منك وقت ياما. وهنا جت فكره زابير تقدر تكريت منه حاجه اسمها زاب. يعني ايه زاب؟ ان انت اول مره بتكريت حاجه او اول مره بتكتب بوست بيزاب في حتة تانية او بيسمع في حتة تانية. فبناء عليه انت لو كتبت بوست على فيسبوك هيسمع في تويتر، وبعد كده يسمع على ريديت مثلا او على اي مكان تاني او لينكد ان مثلا، وبناء عليه هيخليك ان انت ما تستخدمش غير سوشيال بلاتفورم واحدة وهو يسمع في كل حتة. ده غير ان في خاصية تانية وهي فروم برومت تو زاب، او بمعنى اصح ان انت ممكن تكتب برومت بسيط يكريت لك الزاب من اولها لاخرها. زي مثلا لو كتبت فروم فيسبوك تو تويتر تو ريديت تو يوتيوب مثلا او تو لينكد ان، هتلاقيه مرة واحدة هو بيكريت الزاب ومفيش اي مشكلة معاه. فاستخدم زاب لو انت بتحب عملية الاوتوميشن. ويلا بينا على الابلكيشن اللي ورا. اما تاني ابلكيشن معانا وهو ريد وايز، ويعتبر ريد وايز من اهم الابلكيشنات وغالبا هو مفيش حد ما اتكلمش عنه. ولكن ريد وايز فكرته بكل بساطه ان انت ممكن تراجع على الحاجه اللي انت قريتها، سواء تويته او بوست او اي حاجه انت قريتها مثلا في كتاب. ففكرته بكل بساطه ان انت بتسجل الحاجه ديت على ريد وايز، بحيث ان انت لو عايز ترجع لها في اي وقت من الاوقات بترجع لها عادي ومبقاش فيها اي مشكله. ده غير ان هو في حاجه تانية اسمها السبيس ريبيتيشن، بحيث ان هو اي حاجه انت سجلتها او مثلا لو انت سجلت اكتر من حاجه وحابب ان انت ترجع لها، فكل يوم بيرجح لك 5 حاجات ان انت تقراهم عشان خاطر ترجع تاني تفتكرهم او ترجع تاني تستلهم الحاجه اللي انت سجلتها. ويلا بينا على الابلكيشن اللي بعده. وتالت حاجه معانا وهو بو زيه زي شات جي بي تي بالظبط، ولكن الميزه اللي فيه ان هو متدرب على داتا جايه من موقع كوره. وخليني اقول لك ان موقع كوره دوت مشهور بالنقاشات بين الناس اللي عندها خبرات في الشغل. فانا مثلا كمبرمج لو انا عايز مثلا اسال على حاجه او ان انا عايز اعرف معلومه معينه، فانا بخش على كوره عشان اشوف نقاشات حرفيا ما بين ناس عندها 40 سنه خبره وناس عندها 20 سنه خبره. فالموضوع بيبقى كبير جدا والناس بتبقى عارفه تتكلم في الحاجه بعمق. فجابوا اي موديل يدربوا على الداتا ديت كلها، بحيث ان هو انت لو سالته يرد عليك باجابات، والاجابات بتكون نموذجيه وكويسه جدا. يعتبر النسخه المحترمه الكويسه بنت الناس من شات جي بي تي. ويلا بينا على الابلكيشن اللي بعده. اما رابع ابلكيشن معايا وهو التفسير الميسر. انا كان عندي مشكله مع حفظ القران بسبب ان انا ما كنتش فاهم مثلا الايه ديت نزلت ليه او ايه سياق الايه ديت، او هو بيحكي قصه ام ولا دوت قسم. انا ما كنتش فاهم الفكره دي. فكنت بحفظ الايه ولكن مش عارف اكمل. يعني مثلا لو انا في سوره النبأ فبقول عما يتساءلون، ولكن مش عارف اكمل، مش قادر افهم ايه اللي بيحصل، ايه التسلسل دوت كان بيحصل ليه. فلما بحثت عن المشكله ديت اكتشفت ان انا عشان بحفظ من غير تفسير، او ان انا بحفظ ولكن انا مش فاهم. وهنا لما دورت على البلاي ستور لقيت ان في ابلكيشن اسمه التفسير الميسر، من خلاله ان انت بتقدر تقرا الايه وبعد كده بيقول لك انت في الايه ديت نزلت عشان خاطر كذا، الايه ديت بتتكلم في النقطه ديت، الايه ديت هي قصه، الايه ديت او الايات اللي جايه ديت هي تسلسل قسم. فهمني حاجات كتير ودوت خلاني وانا بسمع انا عارف مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. عارف اكمل لان في سبب، انا فاهم الايه ديت نزلت ليه او القصه ديت عن ايه. فاستخدم التفسير الميسر لو انت بتحفظ القران، لانه بجد
هيسهل عليك عمليه الحفظ وهتكون سريعه جدا جدا جدا. ويلا بينا على الابلكيشن اللي بعده. خامس ابلكيشن معانا وهو جوجل كالندر. وانا الصراحه مش عارف ليه الناس ما بتتكلمش عن جوجل كالندر، او بمعنى صح مش بتحبه، مش عارف ليه. ولكن هو ابلكيشن كبير جدا. من الاول انت ممكن تشوف ان هو بسيط، ولكن هو فعلا ابلكيشن كبير. ولكن انا بستخدمه استخدام بسيط خالص، وهو في حاجه كده اسمها التايم بلوكينج مع ميثود تانية اسمها الرينبو كالندر. هبقى اكلمكم في الموضوع دوت في فيديو خاص. ولكن بكل بساطه هو ان انت ممكن تبني بلوك. البلوكيه ديت بتكون لشغلك، وبلوكيه تانية بتكون لمذاكرتك، بلوكيه تانية لعلاقاتك، بلوكيه تانية لاهلك. فبتقدر ان انت تمانج يعني حياتك شويه. دي حاجه. الحاجه التانية ان كل بلوكايه ممكن يكون فيها ديسكريبشن، وغير ان انت تقدر تحط في الديسكريبشن ديت اي حاجه انت عاوز يعني تشتغل عليها. انت ممكن تعمل جواه تو دو ليست. فمثلا لو انت عندك بلوكايه زي بلوكايه الشغل، فانت ممكن تحط جواه تو دو ليست انا عايز اشتغل على كذا وكذا وكذا وكذا، وتقدر ان انت تعلمهم. وبعد ما تخلصهم كلهم بتنهي البلوكايه في اخر اليوم، والموضوع بيبقى لطيف وظريف وزي الفل يعني. فاستخدم جوه الكالندر لو انت عاوز تنظم حياتك. ويلا بينا على الابلكيشن اللي بعده. وسادس ابلكيشن معانا وهو زيب فليب كلوك. زيب فليب كلوك حرفيا هو ابلكيشن ممكن يحول تليفونك لساعه فقط. هو ما بيعملش اي حاجه تانية غير كده، بحيث ان انت تقدر ان انت تبعد عن التليفون خالص. ولكن هو في حاجه، هو عشان تفتح الابلكيشن هو المفروض ان انت بتخليه في الدو نوت ديسترب مود، او ان انت اللي هو ايه المود بتاع عدم الازعاج. وبتفتح الابلكيشن بيتقلب لشاشه سوداء. الشاشه السوداء ديت بيكون فيها زي تايم. التايم دوت بيعدي بحيث ان انت تتراكه في وقت الشغل او تتراكه في وقت اللعب. ولكن انت يعني حرفيا بيخليه عباره عن حته حديده، مفيش نوتيفيكيشنز، مفيش اي مشتتات، شاشه سوداء جواها ساعه فقط. فبتقدر ان انت تستخدم الموضوع دوت عشان خاطر ان انت تتراك التايم لاي حاجه انت بتعملها. وديت ميزه كبيره جدا جدا جدا. ده غير ان هو في نقطه البومودورو تكنيك، ولكن المشكله ان انت ما بتقدرش تتحكم في التايم. هو 25 دقيقه و5 دقائق. لكن انت مثلا لو عايز ترفع وقت البومودورو الموضوع بيبقى صعب يعني. ده شيء عنده مش موجود عنده ومش عارف ليه. فاتمنى لو هم بيسمعوني يعني يغيروا في النقطه ديت وبس. يلا بينا على الابلكيشن اللي بعده. وسابع ابلكيشن معانا وهو الاب بلوك. خليني احكي لك ايه هي المشكله في الاول. انا كنت بقضي وقت كبير جدا على الفيسبوك ومش عارف ليه. وبعد كده قمت جاي مسحت الفيسبوك. الكلام دوت كان في 2021 تقريبا، بقالي 3 سنين من غير فيسبوك خالص. ما عنديش الابلكيشن، حتى الابلكيشن من بره مش موجود. وبعد كده قلت ان انا عايز اقضي الوقت دوت في اي حاجه تانية مفيده. ولكن اكتشفت الوقت اللي انا كنت بضيعه على الفيسبوك بقيت بضيعه في انستجرام، بضيعه في تويتر، بضيعه في اي ابلكيشن تاني. فديت كانت مشكله. فحاولت ان انا ادور على حل تاني ولقيت اب بلوك. اب بلوك ميزته ان هو ممكن يحدد عدد ساعات او عدد دقايق او اي وقت، يعني وقت معين كده بتحدده لكل ابلكيشن، بحيث ان انت لو تعديته ما تقدرش ان انت تخش الابلكيشن تاني. وطبعا هنا تسالني يعني طب ما دي حاجه بسيطه. يعني انا مثلا ممكن اخش اخلص المده بتاعتي او جاي راجع على اب بلوك اعلي المده، اقول لك لا يا علو. بعد كده انت ممكن تخلي حاجه اسمها الستريكت مود. الستريكت مود دوت هو انت مش بتقدر تغير في التايم. يعني انت بتحدد تايم واحد فخلاص. انت مثلا ساعه للابلكيشن ده وساعه للابلكيشن ده وساعه للابلكيشن ده، انت بتقدر ان انت تستهلكهم. تعديتهم هتخش على الابلكيشن تاني عشان تعدلهم؟ لا، ممنوع. ما ينفعش ان انت تخلصهم. وبتحدد مده للستريكت مود دوت، وبعد ما بتخلص بقى بتقرر ان انت تعدل فيهم. عدلتهم كان بها، ما عدلتهمش خلاص والدنيا زي الفل. فانا وانت بتستخدم السوشيال ميديا كتير وما تقدرش ان انت تمسحها عشان خاطر ان انت بتشتغل عليها، استخدم اب بلوك عشان اب بلوك كويس جدا. ويلا بينا على الابلكيشن اللي بعده. وتاني ابلكيشن معانا وهو ستيب كاونتر. ستيب كاونتر ميزته ان هو عدل الخطوات، يعني بيحسب كام خطوه انت خطيتها في اليوم. وميزه الموضوع دوت ان انت لو ما عندكش وقت للجيم او ما عندكش وقت ان انت تنزل تروح الجيم، وانا منهم، وبلاش تقول لي لا انت لازم تنزل الجيم، انا عارف الجيم مفيد وكل حاجه، ولكن انا ما عنديش وقت ان انا انزل اروح الجيم. فديت كانت بتاخد مني وقت، خصوصا ان انا احضر شنطتي وانزل واروح اتمشى للجيم واستنى اغير في الجيم، وبعد كده مثلا اشوف لو حد بيلعب مكان المكنه او على المكنه مكاني. الموضوع بياخد مني وقت كبير جدا، في ظل ان انا ممكن انزل اتمشى مثلا ساعه في اليوم.
ولكن في نفس الوقت انا مش عارف او انا لما همشي كام خطوه هخس قد ايه او هنزل في الوزن قد ايه. فبحثت في الموضوع دوت وقال ان هو في المتوسط غالبا بيكونوا 10000 خطوه. وعشان كده قررت ان انا مثلا، انا يعني اكيد مش هعد 10000 خطوه، فقلت مثلا اشوف في ابلكيشن بيظبط الموضوع دوت. ولقيت ابلكيشن اسمه ستيب كاونتر، فالابلكيشن يعني كويس ولذيذ ولطيف. فلو انت ما عندكش وقت ان انت تروح الجيم، ولكن في الاصل ان انت لازم تروح الجيم كويس، الجيم جميل، ولكن لو ما عندكش وقت عندك ستيب كاونتر. ويلا بينا على الابلكيشن اللي بعده. وتاسع ابلكيشن معانا وهو جوجل بودكاست. جوجل بودكاست هو حرفيا اللي خلاني ابطل اسمع اغاني، وابطل بقى ان انا كل شويه اسمع اغنيه وافضل ارددها على مدار اليوم. الموضوع بيبقى مش حلو ومش يعني مش لطيف، انا صراحه يعني بكرهه. فقررت ان انا عايز اعوض الموضوع دوت، فقررت ان انا اروح لحاجه تانية وهي البودكاست. البودكاست ليه مميزات كتيره جدا. انت ممكن تتعلم لغه، لو انت مثلا عايز تقوي الانجليزي بتاعك فانت تقدر تسمع بودكاست بالانجليزي. مثلا انت عاوز تتعلم مثلا ان انت تنتقد شيء او تتعلم النقد البناء، فانت بتشوف مثلا فكره معينه هم بيطرحوها فانت تقدر ان انت تنتقدها، او مثلا تشوف الفكره ديت هل بتتوافق مع معتقداتي او لا. ده غير ان انت ممكن تستفاد من اي فكره جديده او اي حاجه جديده. فالموضوع ليه مميزات كتيره جدا. فاستخدم جوجل بودكاست لو انت فعلا عاوز تبعد عن الاغاني وتسمع حاجات ممكن تفيدك، فابلكيشن مهم جدا. ويلا بينا على اخر ابلكيشن معانا. وعاشر واخر ابلكيشن معانا وهو نوشن. نوشن الصراحه كان لازم يكون في القائمه ديت، لانه يعني انا هطول في الكلام، يعني انا سبته كده في الاخر عشان اطول في الكلام عليه شويه، لانه بجد يعني هو كل حاجه. هو مخي التاني، اخويا الصغير، السكرتير بتاعي، صاحبي، يعني بص كل حاجه. هي نوشن بجد يعني شركه قويه جدا وعملت سوفت وير فيه المميزات دي كلها وببلاش يعني. وحتى عاملين ابلكيشن تاني جديد هو اسمه نوشن كالندر، ومش عارف ليه ما حدش اتكلم عنه. هو زيه زي جوجل كالندر بالظبط، بل انه كمان مربوط بكل المميزات بتاعت نوشن. نوشن اول لما تستخدمه هتشوف ان هو فاضي، ما يعني مش هتفهمه، يعني هو صعب جدا في الاول. ولكن بمجرد بس ان انت تستخدم التمبلتس العاديه الجاهزه او اللي هم بيقدموها لك، هتفهم واحده واحده ازاي مثلا تعمل تيبل، ازاي تعمل جداول، ازاي ان انت تعمل داتابيز. الحاجات دي ساعتها هتفهم قد ايه الابلكيشن دوت عظيم. احب اقول لك ان السكريبت بتاع الفيديو دوت مكتوب على نوشن. شغلي كله اغلبه مثلا لو في اناليسز او في اي حاجه مكتوب على نوشن. عدت الخطوات اللي انا بمشي فيه بستيب كاونتر بنقله على نوشن. بدير فلوسي من على نوشن. نوشن حرفيا هو مساعد شخصي عظيم عظيم. لو انت ما بتستخدمش نوشن صدقني انت يعني ناقصك حاجات كتير قوي بجد. روح وبجد هينقلك في حته تانية. ده غير ان انت ممكن تستخدمه في التدوين او في الجورنالينج. وبمناسبه الجورنالينج بقى خش اتفرج على فيديو ازاي بدون او قوه التدوين. بجد الفيديو دوت كويس جدا وقوي جدا، هيساعدك لو انت عاوز تدون. ولكن الاهم استخدم نوشن عشان نوشن بجد هيفيدك. وبس كده، دول احسن 10 ابلكيشنز انا كنت بستخدمهم. وعايز اقول لك على حاجه، لو انت معاك الاداه الكويسه والعقل القوي صدقني العالم ممكن يستنى الفكر ده. بس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وادينا رايك في الكومنتات. والسلام عليكم.